اعتذر الصحفي والإعلامي بقناة الجزيرة الفضائية أحمد منصور عن إساءته للمملكة العربية السعودية في تدوينات سابقة له. وقال منصور في تدوين له على صفحته الشخصية بموقع تويتر: أعتذر عن تغريدتي السابقة التي وقعت فيها في فخ التعميم، وهو ما تسبب في إساءة فهمي، وسامح الله من يريد الوقيعة بيني وبين أهل السعودية الطيبين. وكان منصور قد كتب في تغريدة سابقة: الأمة التي ينشغل أبناؤها بزوجة ترامب وابنته عن المشروع الذي جاء به والحلف الذي يريد إقامته أمة فارغة تستحق الرثاء. يأتي هذا فيما تباينت ردود الأفعال حول اعتذار منصور في تدوينته الأخيرة بين مؤيد ومعارض. وقالت إحدى السعوديات تعليقا على تغريدة منصور: من يعتذر يحذف تغريدته ثم يعتذر، أما أن يعتذر هذا الاعتذار الباهت ويبقي تغريدته مثبتة فهذا منافق ومستغل ومستخف بعقول متابعيه. فيما قال أحد السعوديون: بالإمكان حذفها طالما اعتذرت عن الخطأ، تبرير يحتاج تصحيح. فيما أيد سعودي آخر: نرجو منك أخ منصور حذف التغريدة لو سمحت.